اليمن في الصدارة بعد التعادل مع فيتنام على أرض فيتنام أمام الجماهير الفيتنامية. تعادل 1-1 يجعل المنتخب اليمني في الصدارة ويصعد رسميا كأول مجموعة لكأس آسيا السعودية 2025. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة عايز أشكر كل الناس. النهاردة بنشوف منتخب اليمن ما شاء الله قدم مباراة ولا أروع من كده ولا أروع من كده. المباراتين الأولين اللي كسبنا فيهم 6-3 الناس كانت بتستهين وبتقول لا ده منتخب ضعيف، ده كسب صدفة ميانمار ايه ولا طاقستان ايه، لا 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 ده كسب صدفة. طب والنهارده اللي بيلعب مع فيتنام يا جدعان منتخب مصنف، منتخب قوي، قدرنا نحرجه في وسط أرضه وأمام جماهيره وتعادلنا معاه 1-1 لنقتنص الصدارة ما شاء الله ونصعد رسميا الى كاس اسيا 2025 بالاراضي السعوديه. وطالما ذكرنا اسم السعوديه تعالى يا عزيزي قبل ما تصلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام عايزك بس بالراحه كده تسمع الاعلام السعودي بيتكلم بعد الاستهانه بمنتخب الشباب اليمني. النهارده بيقولوا كيف لهؤلاء اللاعبين يصعدون ويفوزون بالمركز الاول ومنتخبات اخرى عندها امكانيات وعندها دعم وعندها لاعبين وسايبانهم ان هم يحترفوا في دول اوروبيه مش عارفين. ناس مثلا زي المنتخب الاردني ولا المنتخب الكويتي ولا حتى المنتخبات الاخرى بيلعبوا هم التنظيم مجموعتهم في اراضيهم ولم يفوزوا في اي مباراه. الاردن لم تفز في ولا مباراه من الثلاث مباريات. بص المنتخب الكويتي لم يفز وخسر ايضا اعتقد من اندونيسيا. يعني مباريات صعبه جدا، ودي منتخبات عندها دعم كبير، عندها امكانيات كبيره، عندهم مدير فنيين بيجيبوا لهم يعني من اسبانيا والبرتغال عشان يعلموا الاولاد كرة القدم. ولكن الحاجة الوحيدة اللي مش بتتعلم هي الإرادة. الإرادة لاعبي منتخب اليمن اللي كانوا واثقين ان هم يسعدوا 40 مليون مواطن يمني داخل البلاد وخارج البلاد. النهارده بنتفرج عليهم ما شاء الله. الاعلام العربي عايز اقول لك يعني مصدوم من النتيجه. طبعا سعيد جدا جدا من المنتخب اليمني عن الصداره بجداره واستحقاق، لكن بيقولوا له ازاي دي علامه استفهام. ازاي منتخب لم يعد حتى المعسكر اعداد، ما كانش حتى بيلعب مباريات وديه، لعيبه 90% منهم بيلعبوا في الدوري الدرجه الثانيه في المنتخب اليمني او في الدوري اليمني، ومع ذلك قدروا يقدموا مباريات قويه جدا جدا ما شاء الله. على مجمل الثلاث مباريات في دور المجموعات عندهم 10 اهداف لاعبين مميزين جدا. عرفوا معنى المنتخبات الاخرى. بيقولوا للسعوديه احنا مش جايين فقط علشان نشارك في كاس اسيا، احنا هنلعب وننافس على البطوله، هننافس على النهائي. وهو ده اللي كان منتظر من منتخب اليمن. ما شاء الله ما شاء الله منتخب اليمن النهارده يكسر ارقام قياسيه. لا هو قدم مباريات قويه جدا خلت كلمه المنتخب اليمني للشباب او الاشبال ما شاء الله اسمه متصدر الترند النهارده. 7 نقاط كامله يا جدعان. ما كانش في منتخب عربي اخر يستطيع ان هو يوصل ل6 نقاط. حتى منتخب اليمن عن جداره واستحقاق وصل ل7 نقاط. النهارده بنشوف الاعلام السعودي يعني بيحاول كعاده الاعلام السعودي بيحاول يدبر مؤامره او بيحاول يدبر مخرج ان منتخب اليمن للشباب ما يشاركش باي شكل من الاشكال. طبعا كالعاده في بطوله اسيا في السعوديه 2025، وده اللي حصل برضو في البطوله الماضيه لما قالوا بعض اللاعبين ده كبار السن ما ينفعش يتعمل لهم بقى اللي هم المشاركه تحت السن المعين، وكان هيخشوا بقى في تحليل DNA وفيلم كبير. عملوا فيلم كبير، وبعد ما شالوا اللاعبين اللي كانوا بيقول عليهم كبار في السن ولعبوا مباراتهم وخسروا للاسف الشديد قال لك والله احنا بنعتذر وخلاص اللعيبه ديت احنا اخطانا في التحاليل بتاعتنا وتقدر تلعب. بعد ما خلاص بقى ما خربت مالطا، بعد ما اللعيبه ديت اثرت على المنتخب وما قدمناش المجهود ولا النتيجه اللي احنا كنا مطلوبين منها علشان نصعد في النهايه، وقال لك خلاص نعتذر. هم من دلوقتي بيدوروا، وانا بشدد على الكلام زي ما قلنا في فيديوهات قبل كده. انا بشدد من دلوقتي في الكلام. الاعلام السعودي بيدور على اي مخرج لعدم مشاركه منتخب اليمن للشباب في كاس اسيا 2025. انتظر ما سوف يحدث
في الايام القليله القادمه. تخيل بقى يا عزيزي المشاهد، المنتخب اليمني ما شاء الله صعد اول مجموعه برصيد 7 نقاط، مجمل مبارياته 10 اهداف تمام بالكمال. مفيش منتخب عربي اخر احرز 10 اهداف. تخيل، يعني انا متخيل كده ان منتخب اليمن في الفتره القادمه ان شاء الله لازم بقى نشوف كده بقى رجال الاعمال او المؤسسات او حتى ان يكون في دعم حكومي بالنسبه للمنتخب اليمني. الشباب لازم يا جماعه نهتم بيهم. حرام يعني كل الفتره اللي فاتت ديت وكل البطولات اللي فاتت ديت مش مكفيانا ان احنا ما نصعدش ولا حتى ان احنا نقدر ننافس على البطولات. عندك لاعبين مميزين عندهم اراده، عندهم نديه قويه جدا في ارضيه الملعب، بيقدروا ينفذوا التدريبات كويس جدا. حمله مساندات كبيره جدا جدا من كل الجماهير العربيه العاشقه للمنتخب اليمني، اللي دايما بتحس وعندها مسانده قويه لكل المنتخبات اليمنيه حبا وتقديرا ليهم. كل الشعب اليمني ما شاء الله من الناس، يعني هنقول ايه عليهم؟ هنقول ايه ولا ايه؟ لكن كل حب واحترام وتقدير من ارض الكنانه المصريه. احبائي الكرام، شكرا لكل المحترمين اللي حطوا اللايك، والف مليون تريليون مبروك على التعادل النهارده والصعود رسميا مركز اول 7 نقاط الى كاس اسيا 2025 بالاراضي السعوديه، وربنا يعديها على خير. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.